نصيحة مهمة جدا لو انت رايح تشتري عربية مستعملة. لو انت رايح تجيب عربية مستعملة وهتعمل لك توكيل او فيها توكيلات كتير، تاخد رخصة العربية. اول حاجة تعملها تاخد رخصة العربية وتروح جاي رايح المرور. طبعا انت بتكشف على المخالفات، لا انت هتروح جاي رايح كاشف على العربية دي صاحبها عليه ضرايب ولا لا، بيسد الضرايب ولا لا. لان ايه، ممكن يكون عليه ضرايب، والضرايب اول حاجة هتعملها هتحجز على اي حاجة باسمه. طبعا العربية قدام الحكومة باسمه هو، فهتلاقي نفسك اللي انت لما تيجي تنقلها باسمك بالتوكيل هيقول لك لا ده العربيه دي عليها 200,000 جنيه ضرايب، 300,000 جنيه ضرايب. تلاقي نفسك اللي انت اللي مطالب تدفع الفلوس دي. وتاني حاجه بقى، لو انت برضو اتعمل لك توكيل، لو سالت على العربيه ولقيت اللي هي ما عليهاش ضرايب واتعمل لك توكيل، لازم تعمل نقل ملكيه باسرع وقت. يعني ما تخليش توكيل معاك. ليه؟ لان ممكن الضرايب تيجي بعد ما انت اشتريت العربيه. انت معاك توكيل اهو للبيع للنفس والغير، وسالت على العربيه اللي هي عليها ضرايب ولا لا، قال لك لا، ممكن الضرايب تحجز على العربيه بعد ما انت تكون اشتريت بتوكيل، لان انت بالتوكيل ده مش معترفه بيه الحكومه اللي انت صاحب العربيه. دي نقطه مهمه جدا، لازم تروح تكشف على الضرايب. لو انت بقى اول مره تدخل في مزاد وما تعرفش اي حاجه عن مزادات، عامل كورس ب 350 جنيه ازاي تشترك في مزاد وازاي تجيب عربيه باقل من ثمنها ب 100,000 جنيه من مزادات، انواع المزادات كلها. تواصل على الرقم ده. شكرا، بالتوفيق للجميع.